الكريم. أولا الارتفاع أو هذه التقلبات بالأسعار لم تكن نتيجة قرار من الحكومة أو من البرلمان أو من البنك المركزي. نعم. البنك المركزي لحد الآن السعر الرسمي 1450 1460 بيع المصارف الأهلية بيع 1470. يعني مو نفس القرار اللي اتخذ في فترة موازنة 2021. نعم. كانت ظروف صعبة حتى تأمن الحكومة في حينها المبالغ المطلوبة للرواتب. قدموا هذا الطلب في رفع سعر الصرف في حينها من 1182 إلى 1450. ارتفعت الأسعار، فكان في وقتها قرار من الحكومة وموافقة من البرلمان. طيب الآن القرار ما موجود، القرار الرسمي هو بهذه الأسعار ومتوفر ومتاح لكل رجل أعمال، لكل مواطن يحصل على هذا. شنو اللي أدى إلى هذا الارتفاع وهذه التقلبات؟ المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة بين البنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأمريكية. كان هناك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال، يسموها معايير الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وهذه مذكرة موقعة مع البنك المركزي قديما قبل عامين. أنه تمشون بهذه الإجراءات حتى بعد سنتين يكون النظام التحويلات المصرفية بهذه الطريقة، منصة إلكترونية ويتم تدقيقها. للأسف الإجراءات ما كانت بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف، يعني إجراءات البنك المركزي وحتى الحكومة السابقة. كان يفترض أن تتهيأ المصارف الأهلية، أن تتهيأ التجار لهذه الطريقة. احنا تاجرنا خلينا نحكيها بالشكل الصريح، ما يروح لإجازة استيراد ويروح يفتح اعتماد مستندي ويسدد ضريبة وجمرك، لا، يشيل التليفون على شركة صرافة يقول له حول لي كذا مبلغ للدولة الفلانية، تجي السلعة أبو شركة الصيرفة شو يسوي؟ عنده مخلص جمركي يكمل الإجراءات، فواتير يرتبها، تجي البضاعة لحد باب المخزن. فهنا هذا التاجر لا مراجع، صح، إجازة استيراد ماخذ، لا دافع ضريبة، لا دافع جمرك. من تجي وتقول له الآن التجارة بهذه الطريقة وفق هذه الآلية، بالتأكيد ما